ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني من اخر فيديو. جايلكم النهارده في فيديو جديد، يا رب يعجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدوسي لايك وتعملي سبسكرايب للقناه وتعملي شير للفيديو عشان يفيد كل اللي حوالينا. الفيديو دوت مهم جدا لكل مامي جديده او لكل ست حامل وبتحاول ان هي تدور وتعمل سيرش عشان تاخد معلومات وتقدر لما تولد ان شاء الله وتقوم بألف سلامة تقدر تكون قد المسؤولية وقد التربية، ان الاطفال مسؤولية كبيرة. احنا كنا خلصنا مع بعض سلسلة انا حامل، ووصلنا لغاية يوم الولادة وقلت لكم ايه اللي المفروض يحصل في يوم الولادة. هسيب لكم اللينك بتاع قائمة التشغيل دي فوق، هيظهر لكم تدوسي عليها ينقلك على طول على قائمة تشغيل انا حامل، فيها مجموعة فيديوهات مهمة جدا. طيب ولدتي وقمتي بألف سلامة وخرجتي انتي والبيبي ووصلتوا بيتكم نورتوا البيت. طب المفروض ايه اللي هيحصل؟ اول ما وصلتي بيتك دي لحظة التربية. ما تقوليليش ان التربية دي لما يكون البيبي فاهم وواعي وبيتكلم، لا. البيبي فاهم من اول يوم واول ساعة ليه، بيفهم كل حاجة، بدليل ان هو بيلعبك كل ما يكون كل ما يكون عاوزك تشيليه يعيط فتروحي شايلاه. ده معناه ان هو فاهم هو بيعمل ايه. طيب المفروض هنعمل ايه؟ هنربي من اول ساعة. عشان نعرف نربي صح، اول حاجة لازم هننظم رضاعة وهننيم صح. طب تعالوا نتكلم في الفيديو دوت عن تنظيم الرضاعة. عشان تخلي البيبي اولا ينمو بسرعة، ان الطفل في اول 3 شهور بينمو بسرعة كبيرة عن الطبيعة او اللي انت متخيلاه. طيب ايه اللي بيخلي إن البيبي دوت ما شاء الله ينمو ويبقى عنده صحة ومرتاح؟ حاجتين: الرضاعة والنوم. طيب هننظم المرة دي الرضاعة واكلمكم عن الرضاعة، اعمل لكم فيديو ان شاء الله عن النوم. الرضاعة ان انتي ترضعي كل ساعتين. ما ينفعش ان انتي كل ما البيبي يعيط تروحي مدياله الرضعة او تديله يرضع منك. ده مش صح. اول حاجة ما بياخدش رضعة مفيدة. تاني حاجة بيحصل عنده مغص، ان هو بياخد جزء معين من اللبن. لو من صدرك اللبن بيشتغل على مراحل. اول مرحلة دي مية او سوائل، تاني مرحلة نشويات، تالت مرحلة البروتين. فانتي كل مرة تديله شوية مية وتنيميه فهو ما بيشبعش. طيب نحل الموضوع ده ازاي؟ ان انتي لازم تديله رضعة كاملة، ياخد الرضعة من اولها لاخرها. ده لو رضاعة طبيعي. لو رضاعة صناعي انت بتديله ببرونة كلها على حسب ما دكتورك محدد لك كام ملي، وبتديله الرضعة كلها وبياخدها وبينام. بالنسبة للرضاعة الطبيعي لازم ياخد الرضعة من أولها لآخرها لحد ما صدرك يفضى. يبقى هو كده خد كل مكونات الغدوة بتاعته أو الأكلة بتاعته، من كل إذا كان سوائل أو نشويات أو بروتين هو خدها كاملة. هينام بعدها. لو نام وانتي بترضعيه تحاولي تفوقيه من عند ودانه كده، تفضلي تلعبي له في ودانه او من مناخيره، تفضلي تلعبي في مناخيره على اساس ان هو يفوق ويصحصح معاكي وتصحيه غصب عنه. هيقريف معاكي معلش، بس حاولي ان انتي تخلصي الرضع عشان ينام بعد كده ويريحك. ما تحاوليش ان كل ما يجي يعيط تروح مدياله صدرك عشان يسكت وينام وانت متخيله كده ان انت هتخلصي من زنه. لا، مش تخلصي من زنه، هيقرفك اكتر. ان هيفضل كل ربع ساعة او نص ساعة يصحالك، ولا انت عارفة تخلصي بيتك ولا عارفة تهتمي بجوزك ولا بولادك لو موجودين. فكل دوت هيبوظ معاكي بسبب غلط صغير جدا انت مش واخدة بالك منه، ان كل ما البيبي يعيط ترضعي. لازم نرضع رضعة كاملة. البيبي هينمو بشكل اسرع وهيكون بينام مرتاح شبعان ادام مغيراله واخد رضعته، هينام وهيريحك. ده بالنسبة للرضاعة. حاولي ان كل مرة ترضعي من صدر غير التاني. يعني المرة دي رضعتي يمين، المرة الجاية تيجي بعد ساعتين. بعد ساعتين، ما تحاوليش ترضعي قبل الساعتين. ترضعي من الصدر الشمال وتيجي المرة اللي بعدها يمين. لو عندك صدر بيملى وصدر تاني فاضي، ركزي على الفاضي
ما تركزيش على اللي بيملى وتديله من الصدر المليان، لا. لو عندك صدر فاضي هتديله مرتين منه ورا بعض، وتدي بعد كده من المليان مرة. معلش المليان هيتعبك شوية، بس افضل من ان انت تفضلي تدي من الصدر اللي بيملى اكتر وبيملى اسرع، ويجي بعد كده الصدر التاني هينشف منك، وهتخسري لبن الصدر التاني، ومش هتقدري ان انت تكفيه بصدر واحد. نحاول نركز في المعلومات البسيطة دي. اوعي تتسرعي وتدي لبن صناعي، حتى لو صدرك ما بيدرش لبن كميات كبيرة. افضلي استمري في الرضاعة. سبحان الله، كتر الرضاعة كتر ما اللبن بيزيد في الصدر، وبيبتدي ان البيبي بيبتدي يشبع، ووجبة بتشبعه. ربنا بينزل الرزق، مش انتي اللي هتدي الرزق، ربنا هو اللي بينزله، الا لسبب قهري. لو دكتورك قالك ما ينفعش انتي ترضعي طبيعي، او مثلا يعني لا قدر الله في ناس صدرها بينشف على طول ما بتقدرش ان هي تكمل رضاعة طبيعي، ده سبب قهري، يبقى هتضطر ان انتي تلجأي للصناعي. حاولي ان انتي تركزي قوي قوي على الصدر اللي ما بيملاش كتير. هيملى كتير لو ركزتي عليه. زي ما قلتلك، مرتين للصدر الضعيف ومرة للصدر اللي بينزل لبن اكتر. هتلاقيه الاتنين اشتغلوا زي بعض بعد كده. وتنظيم الرضاعة فعلا بيخلي الصدر يدر لبن اكتر. في مشروبات هتساعدك كتير قوي في در اللبن. لو ما بتحبيش الحلبة زي انا ما بحبش الحلبة ولا بحب ريحتها، الشمر ثم الشمر ثم الشمر. الشمر رائع 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 للرضاعة. ما شاء الله بيدر لبن حلو قوي قوي قوي. سيبك من في برشام كتير او حبوب كتير لدر اللبن، سيبك منها. خليكي في الطبيعي. اشربي سوائل كتير قبل ما تيجي ترضعي. اشربي كوباية مية، هتخلي الصدر يدر لبن اكتر. اقل حاجة تشربيها في اليوم 2.5 لتر مية عشان اللبن. المية مهمة جدا جدا جدا. سيبك من الحلاوة ومش عارفة والمغات، وسيبك كل الحاجات اللي بتخن دي، سيبك منها واركنيها على جنب. السوائل اهم حاجة. اشربي عصاير كتير، اشربي مية كتير. المية ثم مية ثم مية ثم شمر ثم عصاير. خليكي كده بالترتيب. خلي جنبك ترمس، حطي فيه الشمر. الشمر رائع، ريحته حلوة جدا، طعمه حلو جدا. طعمه لو جربتيه احلى من اليانسون كمان. هتلاقيه لذيذ ومعاكي، بتحسي ان انت لما بتشربيه تحسي بانتعاش شويه. بيفوقك زي اليانسون تقريبا، بس انا بحب الشمر اكتر. بصراحه رائع، انا جربته. كانوا بيزنوا عليا كتير موضوع الحلاوه والحاجات دي كلها. الحاجات دي كلها بتتخن على الفاضي، ما بتدرش لبن. السوائل هو اللي بيدر اللبن بس. سكريات ما بتدرش، بتتخن على الفاضي وتقعدي تتنفخي. فترة الرضاعة هي اكتر فترة تستثمريها ان انتي تخسي. عاوزة تخسي يبقى في فترة الرضاعة. اشربي مية كتير، سوائل كتير، عصاير كتير. مع الرضاعة هتنزلي كل اللي انتي تخنتيه في الحمل، ولو حتى انتي تخينة قبل الحمل. يا رب اكون قدرت افيدكم بمعلومات حتى لو بسيطة في الفيديو دوت. فيديو مهم قوي. هرجع لكم في فيديو تاني ازاي تنظمي نوم البيبي. رضاعة وزائد تنظيم نوم، كده انتي ربيتي البيبي من الاساس، حطيتي الاساس بتاعه. يا رب اكون قدرت افيدكم. ما تنسونيش في اللايك، وباي باي.